أتحداك تذكر لي واحد على مر التاريخ أيا كانت منزلته، أيا كان جاهه وسلطانه وماله، مرت عليه الحياة بدون مصائب. ليه؟ لأن هذه هي سنة الله. فسنة الله عز وجل في خلقه وفي دنياه أن تكون فيها مصائب. ولهذا الشاعر يقول: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. أنت تتخيل معي كاس موية وتبغى تجيب لك شمعة وتدخلها جوا في وسط الماء، ستبقى؟ مستحيل. كذلك الذي يظن أنه في دنياه سيعيش بلا مصائب فهذا مسكين، هذا يخالف الطبيعة. كل الدنيا لا بد، يعني هذه أقدار الله عز وجل، الكبير الصغير حتى الأطفال. الآن تلاحظ طفل يصاب بمرض يبكي، طفل يبكي، ما الذي يبكيك؟ لأن هذه طبيعة الحياة، هذا أمر طبيعي جدا.